تلتقي في ساحة المرجع حيث تدور حول الساحة كل ترين يأخذ اتجاهه. وكنت أذهب إلى عملي في كل صباح بالترامواي، ولم يحدث أن انقطعت الكهرباء وتوقف الترامواي إلا نادرا، وكان الوقت لبضع دقائق فقط. كان هناك ترامواي لخط الميدان بينطلق من ساحة المرجع للسنجدار للدرويشية للسنانية للسويقة، بيوصل للميدان التحتاني والميدان الفوقاني، وبالأخير بيصل لساحة الأشمر آخر الخط، وبيقلبوا السنجة وبيرجع الترين. وكان في ترامواي تاني للشيخ محي الدين بيطلع كمان من ساحة المرجع لبوابة الصالحية لجادة عرنوس لعند الجسر الأبيض، وبيفرق على اليمين وبيكمل للجبة وبيضل لآخر الخط لجنب، يعني بيصل لعند جامع الشيخ محي الدين وبيقلب السنجة وبيرجع. وكان في ترامواي للمهاجرين بيطلع من ساحة المرجع لبوابة الصالحية لحي الشهداء وعرنوس، بيصل للجسر الأبيض وبيكمل الطلوع بالجبل لحي العفيف، ويتجه يسارا بطريق السكة يعني شارع الناظم باشا، ويليه يلي في قصره، وفي كان قصره موجود بآخر الشارع، بيوصل لهنيك وبيوقف وبيقلب السنجة وبيرجع. وكان في ترامواي القصاع وباب توما بيطلع من ساحة المرجع لشارع الملك فيصل إلى العمارة لحي مزر القصب للسادات يعني، ومنها بيفرق على اليمين قبل ساحة برج الروس وبيصل لباب توما عند جامع السقيفي، وبيقلب السنجة وبيرجع للترامواي. وكان في ترامواي لخط حرستا ودوما بيطلع كمان من ساحة المرجع لشارع الملك فيصل لحي مزر القصب، ومنها بيفرق على اليسار من عند ساحة برج الروس وبيكمل لجوبر بمحطاتها الأربعة، بعدين لزملكة عربين، وبيمر بكثير من القرى والصغيرة وبيصل بالأخير إلى دوما. وكان سائقي الترامواي ومساعديهم يرتدون لباسا موحدا في منتهى الأناقة، بدلة زرقاء وكرافيت زرقاء وطاقية زرقاء جميلة وحلاقة ذقن يومية ما فيها مزاح. أما مساعد السائق بسموه الكمسياري يعني هو الجاري، كان يحمل علبة البليتات يعني التذاكر، وكان معه زميرة يقوم باستعمالها لتنبيه السائق والركاب على حد سواء للوقوف، ويقوم بثقب التذاكر عند كل استخدام. وهناك بطاقات اشتراك سنوية لون أبيض يتم دفع الرسوم السنوية مقطوعة، ويخول صاحبها ركوب جميع خطوط التراموايات الخمسة بدمشق. وكان في ترامواي تبع دوما يجر وراه حافلة إضافية لكثافة الركاب على هذا الخط. ومن نوادر أهل الشام أنه إذا أراد أحدهم أن يتخلص من قطة مزعجة في بيته كان يضعها في كيس ويتركها في ترام دوما، وعند آخر الخط بنطفوا الترامواي ويطلقون القطة المحبوسة. الجدير بالذكر أن بعض القطط كانت تعود إلى بيت أصحابها بعد 7 أيام، وحدث ذلك لجارتنا كانت ساكنة باب السلام. كانت دوما مقصدا إلى أهل الشام للنزهة وقضاء يوم الجمعة بين غابات كروم العنب على مد عينك والنظر وأشجار الزيتون وكأنها بلا نهاية. وألذ عنب هو العنب الدوماني، كان لونه أحمر ومن أطيب من أنواع العنب، لا يضاهيه إلا العنب الديراني يلي من داريا. وغالبا ما كان أهل دوما والقرى المجاورة لدمشق يبيعون إنتاجهم في الحارات. أما البندورة الدومانية فكانت حبة البندورة تزن في بعض الأحيان نصف كيلو، وكان الباعة ينادون عليها بالأسواق والحارات: دومانية البندورة، كل حبة أو كل زر بندورة ما شاء الله ما شاء الله. وفيها من الفواكه ما لذ وطاب، علاوة على المنتجات التالية مثل ريف دمشق كان ينتج يبرودي الثوم اليبرودي والصبارة المزاوية.